احنا لما كنا مسافرين احنا متفقين ان احنا نتقابل الساعه 8 وهنقابل الباص الساعه 8 نتحرك 8 بالظبط. انا صحيت من النوم الساعه 8. اهلا بيكم في صحبة تشدك لقدام، صحبه تفكر بصوت عالي، صحبة تشاركك الطريق عشان صحبة تفرق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شاذلي؟ حلوة الدخلة الحماسية دي. الحمد لله كويس. انت عامل ايه؟ فول اوف باور. ايه اللي بيحركك؟ ايه اللي بيحركني؟ سؤال قوي جدا. يعني اعتقد عمره ما هيبقى فيه سبب واحد هو ده اللي بيحركني. لازم هيبقى اكتر من حاجه اكيد. يعني هو ممكن يبقى فيه حاجه اساسيه بس فيه اكتر من حاجه. بس هسألك سؤال انا الاول، انا بتحرك فين تحديدا يعني، ولا بيحركني بشكل عام؟ انهي اتجاه؟ اي حاجة يعني. لما مثلا هتاخد قرار معين، بتاخد القرار ده بناء على شوية حاجات. ايه اللي بيخليك تتحرك ناحية الاتجاه ده او ده او ده او ده؟ لو هتقدم على شغل او مثلا جالك فرصة شغل، ايه اللي هيحركك يخليك انك انت تتحرك تروح ولا تقعد؟ ايه اللي بيحركك بشكل عام في الحياة؟ يعني دوافع اللي ممكن تكون لا بتفسر اغلب تصرفاتك. دوافع معينة هي دي اللي بتخلي احمد خالد لما يعني مثلا يبقى معروف، لو حد عارفك كويس، انت لو خيرته ما بين الثلاث اختيارات دول هو يختار دي. ايوه بس اشمعنى دي؟ لان هو كذا. ده السؤال. ايوه انا طبعا ما اعرفش ايه اللي انا بقوله ده، يعني ما اعرفش ايه دي وايه كذا. يعني فضول. اعتقد الفضول ده دافع كبير جدا. استكشاف بقى حاجات جديدة وكده. ايه تاني؟ اعتقد يعني لو في موضوع شغل او حاجة زي كده، ف يعني كسب المال طبعا ده دافع برضو مهم جدا. والدافع ده في حد ذاته بيفتح من وراه طرق تانية. انا معايا فلوس، فانا الفلوس وسيلة ان انا امشي في طرق تانية، فهيبقى في دوافع هتبقى موجودة لما احقق اكسب فلوس، فيبقى عندي حاجة اقدر ابدأ في حاجة جديدة. ايه تاني؟ علم ممكن ان انا اتعلم حاجة. معرفة ايه تاني؟ شبه الفضول شوية، صح؟ شبه الفضول شوية. يعني المعرفة والفضول حاسسهم حاجتين زي بعض بالظبط. مش عارف زي بعض بالظبط. يعني حسيت ان انا وديت المعرفة شوية ناحية العلم، ان انا اتعلم يعني حاجة ثقافية. بس الاستكشاف يعني، وان هي دي ابقى اروح اجرب حاجة ممكن فور فن يعني كده. يعني الجزء بتاع الفضول قصدك ان هو حاجة ممكن تبقى فور فن، والجزء بتاع العلم حاجة جد شوية. حسيت هو العلم هيبقى في الحالة دي وسيلة ولا غاية؟ يعني العلم في حد ذاته او المعرفة وسيلة لا وسيلة اعتقد. لإيه؟ ان انا اعرف اعمل حاجة بعد كده هحتاج ان انا اتعلم تاني، فهو وسيلة بتوصلني لان انا ابقى بأتقن حاجة. يعني هدف ان انت تعمل بالحاجة اللي بتعرفها، يعني متعلم عشان تطبق وتحسن مثلا حياتك في حاجة معينة او كده. مش مجرد العلم. اصل في ناس كتيرة عندها، او يعني مش عارف، تتخيلي يعني ان في ناس كتير بيبقى الهدف من العلم هو المعرفة بس. يعني عرفت مثلا الحاجة دي وبنكتفي بالنقطة دي، مش بنكمل بقى الحتة بتاعت هعمل بيها ايه، يعني بعد ما عرفتها هعمل بيها ايه. اعتقد انا يعني ما بحبش اعمل كده، لان بحس ان انا في الاخر ما اعرفش برضو، ما ممكن التاني هو اللي صح، ممكن اتزنق في وقت ما واقول لما هي كانت قدامي ما كنت اتعلمتها. فيعني ابسط مثال، امبارح كان في عطل ما في العربية، فكنت انا واقف انا وبابا ومحمد،
ففي حاجات هم عارفينها وانا بطيخ. يعني احنا مرينا مع بعض بالحاجات دي قبل كده، فانا ممكن ما اعرفش بقى كنت بكبر دماغي ولا ايه، بس يعني في حاجات انا ما كنتش عارفها. بس انا لو كنت عارف زيهم كان ممكن اشارك باي حاجه، بدل ما انا رحت جبت شيبسي ومولتو عشان واحنا واقفين جنب العربيه. بس حاولت تعمل قيمه مضافه برضو، يعني جبت لهم شيبسي ومولتو، كان زمانك قاعد بتتكلم معاهم وما جبتش شيبسي ومولتو. كنت واقف ماسك فلاش الموبايل. حاولت اساعدك. فيعني هنا ممكن كنت اتعلم حاجه زي كده في موقف حصل قبل كده، ان مثلا كانت عربيه عند الميكانيكي او ايا كان، سالت يعني في شويه حاجات عارفها، بس في العطل بتاع الكهرباء اللي كان موجود امبارح ما كنتش فاهم قوي. فلو كنت عرفته لمجرد ان انا ابقى عرفت لمجرد المعرفه، كنت ممكن امبارح كنت هلاقي نفسي ان انا هتلاقي لها تطبيق. بس انا بحب اكتر بقى الناحيه التانية، اللي هو اتعلم حاجه واقوم مطبقها فخلاص هي ثابته معايا بقى على طول، وبعدين بلاقي لها يعني بحس ان انا لما بتعلم حاجه وبطبقها ممكن اتحط في موقف التطبيق ده ادخله بشكل ما. يعني مثلا انا كنت متعلم اكسل وانا في الشغل، وقعدت اتعلم وازود فيه واتعلم وازود فيه، وكنت فاكره ان هو بيعلمني في الشغل بس. لما جيت داخل الجيش لقيت ان انا نفسي احتاجته جدا، وبقيت اعمل لهم شغل كتير جدا في الجيش. اعتقد الناس هتستغرب انت ليه محتاج اكسل في الجيش، فممكن تشرح. كنت في الجيش يعني كنت بكتب حكاوي الجيش داخله معانا في كل حاجه كده. كنت بسجل الناس اللي داخله الجيش بالتقارير السياسي وتقارير الحالات الجنائيه يعني للناس، وان احنا ازاي بقى بدل ما الداتا دي كلها كانت موجوده في ورق. طبعا انا بالنسبه لي لما رحت دي كانت كارثه، بعد ما كنت سايب الشركه بقى والشغل والدنيا ما فيش ورقه بنتعامل بالورق. كانت بالنسبه لي دي حاجه انقرضت، ورحت بقى لقيت كل حاجه هناك ورق بقى، ومطلوب مننا ان احنا نقعد نشوف الورق ده ومش عارف ايه. فان احنا ازاي نحول ان الدنيا تبقى من الورق ده تبقى موجوده على اكسل شيت بيعمل كل حاجه. فانا ما كنت يعني لما كنت بتعلم اكسل وانا في الشغل ما اكتفيتش بجزء معين وفضلت ازود معلومات وما كنتش بطبقها قوي في الشغل. ممكن في حاجات ما كنتش احتاجتها، بس لما كنت اتعلمتها هنا لقيت لها، وعشان كنت بطبق برضو على الاكسل وحاجه عمليه جدا، فانا كنت محتاج ان انا افضل اطبقها عشان ابقى مش حافظها بس عارف ازاي بطبقها كويس. فلما روحت هناك من التطبيق ده قدرت ان انا ادخلها في حاجة جديدة مختلفة تماما عن الشغل اللي كنت بعمله قبل كده. فانا بحس الحتة دي هي دي الاكتر شوية، ان انا اتعلمت طبقت، فانا اقدر ادخلها في حاجة تانية قدام عشان عرفت هي المفاتيح بتاعتها منين. طب انا عندي سؤال فضولي، انت قدرت تتخلص من الورق في الجيش؟ ما قدرتش اتخلص من الورق، بس يعني ما بقيناش نرجع له، لان انا بقيت يعني كل الورق اللي بيجي بعمل له سكان على طول واقوم حاطه في صورة جوه الاكسل شيت. فانا لما بقيت اعوز ورقة بدل ما بروح اطلع الورق كله هي الورقة دي كانت فين، طب بدور في ورق كتير جدا. وهو ده بالظبط المثال بتاع البرمجة. يعني في كورس اسمه CS50 لما بيشرح لنا فيه ازاي احنا وصلنا بالسيرشنج بتاع النهارده، اللي هو الموديول اللي لو انا عايز سيرش على حاجه معينه ازاي بلاقيها في ثواني، وازاي زمان كنا بنعمل سيرش. فكان بيدي مثال سيرش على جوجل يعني وكده قصدك ولا سيرش على اي حاجه. كان بيدي مثال انا مش فاكر اسمها ايه، اللي هي اللي بيبقى فيها الارقام التليفونات دي اسمها ايه؟ دليل التليفون يعني. ما تعالى نقول دليل التليفون. فهو مثلا انا مقسمه بالحروف الابجديه. قصدك اللي عندك في البيت ولا قصدك اللي بيبقى في الكابينه؟ اللي بشكل عام يعني. لا اللي هو الكتيب الكبير اللي فيه كل الناس، او اي كتاب ديكشنري مثلا، فمتقسم بالابجديه في الاول. أيوة من صح. اول حرف الالف لغايه حرف الياء. فاحنا زمان كنا بندور ازاي، انا هدور على حاجه بحرف الميم مثلا، فانا عارف ان حرف الميم في النص، فانا هقوم فاتح الكتاب في نصه، لقيت نفسي عند حرف الت، فانا هبقى عارف ان انا لسه عايز اروح قدام شويه، فرحت اجرب بقى فلقيت نفسي في الحرف في الاخر. فهو
السيرش هنا بقى عامل ازاي؟ هو بيفتح الكتاب نصين، لقى ان هو لسه ما جاش، هيقوم رامي النص، هيقطع النص اللي هو خلاص احنا مش عايزين منه حاجه ده ونرميه، بعدين نقسم نصين، بعدين اقسمه نصين، اقطعه نصين، لغايه لما بقعد اقلل احتمالات لغايه ما وصلت اللي انا عايزه. هو مش هيخرج من هنا، انا هنا. فهو ده طريقه البحث الجديده يعني. فانا تخلصت بالورق كله بدل ما اقعد ادور في اطنان من الاوراق. كنترول اف وبتلاقي الحاجه اللي انت عايزها كده في ثانيه. انا عارف انا داخل، انا عايز دي، خلاص انا بكل سهوله. ما شاء الله. طب دي حاجه ممتازه، اعتقد دي نقله نوعيه في المكان اللي انت كنت فيه يعني. هي كانت نقله فعلا بصراحه يعني ما نسيبش الفضل ليا خالص، لان يعني الشخص اللي انا كنت معاه في الجيش، يعني الضابط اللي انا كنت معاه، وممكن اقول ان هو كان changing point في حياتي او في فتره الجيش تحديدا. لو كنت سمح لك بالابداع، سمح لي بحاجات كتير بصراحه. وحتى طريقه التعامل معاه كانت راقيه جدا. فيعني اشكره جدا لو هو بيسمعنا دلوقتي. عايزين نبعت له الحلقه دي يا خالد. نبعتها له. بس بص، ابعت له الحلقه اللي قبليها الاول، على اساس ايه يعني؟ ما تبعتلوش الحلقه اللي انت بتشكر فيها على طول. صح، نحمسه الاول. بس عايز اقطع بقى اللي انا قلته ده دلوقتي عشان هو كده عارف الخطه. فالفضول هو اللي بيحركك، والتعلم، وفكره ان التعلم يعني مش بس يعني انت عندك حق، اقنعتني في الحته بتاعت ان التعلم مش لازم يبقى تطبيقي في نفس اللحظه. يعني قد تتعلم حاجات انت مش عارف تعمل بيها ايه لسه، بس ممكن قدام يجي لك فرصه تعملها فيها حاجه او كده. دي حقيقه. بس انا مش بعرف اعمل كده قوي بصراحه. يعني بحس ان انا بتعلم حاجه لما بقابلها، مش بروح اتعلم حاجه وخلاص. حاسس ده منطقي، يعني حاسس ده بالعكس. يعني ممكن مثلا ايه لو فكرنا فيها من ناحيه انه لو انا قعدت اتعلم اي حاجه حتى لو انا مش محتاجها، احتماليه ان واحده فيهم تقابلني قليله قد ايه؟ وانا ما قابلني اوريدي 100,000 موقف وانا مش عارف اعمل فيهم ايه اصلا. طب ما انا اروح احل دول الاول، يعني اروح اتعلم عن دول الاول، ولما تيجي حاجه بقى ايه تشدك زي ما اكسل مثلا، عالم كبير قوي الواحد بيتسحب وراه لو دخل يعني في الموضوع، فخلاص انت اتشديت بقى، بس انت كنت بدأته لانك محتاجه. صح. وبعد كده زودت لانك اتعلقت بالموضوع، فبعد كده ممكن تستفيد منه في حاجات تاني. برضو ممكن من الدوافع اللي تكون بتحركني دافع ان انا اتبسط. ده دافع في حد ذاته. ممكن بالنسبه لي البحث عن السعاده. البحث عن السعاده. اروح ادور كده انا هتبسط في دي، يلا بينا نجربها. اي حاجه بقى، ممكن حاجات غريبه يعني مجنونه متهوره بالنسبه لناس تانية، بس يعني الهدف هنا مش في حاجه فيها غموض واثاره، على قد ما هي فيها حاجه انا عارف ان انا المغامره دي هتكون هتسعدني يعني، فبحاول. فده برضو دافع يعني بيزقني. مغامرات يعني تقصد هتسافر مثلا في مكان او حاجه زي كده؟ سافر في مكان، اطلع اتسلق حته ممكن تبقى خطر او حاجه. ما يعني حاجات كتير يعني اعتقد. انت خليني اسالك انت السؤال ده. انت ايه الدوافع اللي بتحركك؟ يعني انا كان عندي ميزه اكتر منك في حته، ان انا فكرت في السؤال قبل ما نتقابل، ففكرت في الاجابه، انما انا جيت فاجئتك على طول. فانت اضطريت تفكر وانت جوه الحلقه. يعني انا لما فكرت فيه قبل ما نبدا نتكلم فيه النهارده، كانت وصلت لاجابتين اساسيتين. الفضول كان اول واحده فيهم، زي شبه اللي انت قلته برضو. فده يعني لفت انتباهي لما انت قلت الفضول، ان احنا اتنين عندنا دافع مشترك، ودي حاجه منطقيه عشان بنقضي وقت طويل مع بعض، او يعني بسبب ان احنا اتنين عندنا نفس الدافع، ممكن يكون ده واحد من الاسباب اللي احنا بنقضي وقت طويل مع بعض قصدي يعني. فده دافع قوي جدا 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 عندي، ان انا عايز اجرب حاجه جديده، وابقى مبسوط قوي لو انا بعمل حاجه انا ما بعرفش اعملها. يعني خلاص انا مضطر اعمل دي وانا مش عارف بتتعمل ازاي، تعالى بقى نستكشف الموضوع ده. وعندي فضول رهيب، واحيانا يعني بيبقى تطفل غير محمود في البني ادمين. فيش واحد جديد اول مره اشوفه اقعد اساله بقى اسئله فاهم غريبه جدا. ويعني الناس اللي حواليا في الشغل وكده القريبين مني
بيقعدوا ساعات يعلقوا على الحته دي. يعني اسال حد سؤال، فسؤال تطفلي قوي، فلاقي زميلي في الشغل يقول لي شاذلي بص لي كده انت بتعمل فبقوم يعني بحاول اعوض ده بحته انه لما بسال النوع ده من الاسئله بتجاوب عليه الاول. انا واعي ان انا بساله، لا ما بجاوبش عليه الاول، انا مش عايز اعرف عن نفسي، انا عايز اعرف عنه هو. بقول له ما عنديش مشكله لو انت مش عايز تجاوب. يعني بسال السؤال واقول له لو مش عايز تقول عادي، وانا فعلا عادي جدا. يعني لو انت مش عايز تقول انا عارف ان هو سؤال اصلا يعني ممكن يكون غريب بالنسبه لواحد ما اعرفوش او كده، ومش بيفرق معايا ولاد او بنات، يعني عارف بسال اي حد اي حاجه. فبرضه لو بنت بيبقى يعني مثلا لو شفت واحده وبعدين سالتها انت متجوزه ولا لا مثلا يعني وانا غالبا بقول لك شاذلي غالبا عندي هدف يعني مش هدف ليا. كنا افتكرت موقف يعني بيضحكني قوي. كنا مره في الشغل في فتره من الفترات كنت بشتغل في الاتش ار، يعني دلوقتي اصلا بشتغل في الاتش ار برضه، بس يعني في مكان تاني في الاتش ار، اللي هو اول ما تدخل الشركه بيقابلوك الاتش ار اللي في الاول دول عشان يعرفوك بالنظام، يقولوا لك الشركه بتاعتنا القوانين بتاعتها ايه والاوفر كام وهتقبض كام والحاجات دي، وبياخد منك شويه بيانات. فالولد اللي انا كنت بتعلم منه بيسال الناس، فبيسال واحده فبيقول لها انت اسمك ايه؟ ففلانه رقم موبايلك كام كذا متجوزه. فهي البنت بصت له قوي كده لا انا مش بسال عشاني عشان انت امين اللي هو اتفاجئت يعني بالسؤال. فيعني هذا النوع من الحاجات ساعات بيخش في حته كوميديه شويه، بس الفضول ده فعلا ده فضول برضو. انا بيجي لي فضول مع نوع معين من الناس، بس مش بحاول بصراحه ان انا اقتحم كده مره واحده. اللي هو الناس اللي قافلين كل البيبان، بلاقي ان ده شخص مثالي بالنسبه لي. انا عايز اتعرف عليك. بس ده تحدي ولا مش تحدي؟ على قد ما انا ببقى حابب اسمع قصته. بس براحتك خالص يعني. برضو اللي هو انا يعني لو انت مش عايز تقول اي حاجه انا بحترم ده تماما، بس بيبقى من الفضول قوي جدا. انت ازاي انت ازاي ساكت كده؟ انت ليه مش بتتكلم؟ او طب انت بتفكر في ايه وانت ساكت؟ اللي هو النوع الغامض قوي من الناس. فكل ما الغموض عنده يزيد كل ما الفضول عنده يزيد، والاتنين بقى يقابلوا بعض. فكيت قبل كده حاجات زي دي؟ يعني قدرت ان انت تقرب من ناس غامضين وخلاص قربت منهم فعلا ولا ده يعني مش قوي؟ لا بصراحه يعني كان في واحد معايا في الجيش كان غامض جدا، بس بصراحه ما قعدتش معاه فتره كفايه يعني. كان اخر 3 شهور في الجيش بس هم دول اللي قعدتهم معاه، فما لحقتش ان انا يعني 3 شهور دول فتره كبيره جدا طبعا في الجيش على الاقل بيعدوا بسرعه. ف يعني بس الفكره ان احنا كنا في مكانين مختلفين يعني عن بعض، ف ما كنتش بعرف ان انا اتكلم معاه كتير. بس هو كان يعني شخص مختلف تماما عن الناس اللي في حياتي. يعني مش شخص بيتكلم كتير، طريقة تفكيره مختلفة، غامض جدا، عمره ما بيتكلم عن نفسه او عن هو بيعمل ايه. حتى انا لغاية النهاردة انا معرفش هو بيشتغل ايه. كنت بلاقيه بيعمل سيرش على حاجات غريبة، يعني بيسيرش على البورصة، كل يوم متابع البورصة وبورصة عالمية بيستثمر وسايتس معينة. فده كان بالنسبة لي انا حابب اعرف. ما انت ممكن تكون بتعمل حاجة تحفة انا مش بعملها، فخدني معاك يمكن اتعلمها. يعني ما عرفتش اي حاجة خالص عن نفسه. ده غامض جدا، ففضولي كان كبير جدا. وبيقابلني كتير بقى الناس من دي يعني في ناس اوريدي بتتكلم على طول، فانا مفيش فضول، انت بتقول لي كل حاجه. انا الناس دي في ناس ساكته جدا، فانا في فضول عايز اعرف كل حاجه. شكرا. انا عامه بعد كده هبقى غامض ومش هحكي لك اي حاجه، هتلاقيني بسالك خليك تجري ورايا كده عشان اقول لك حاجه ومش هقول لك في الحلقه بقول لك. طب بقالك اسبوعين تعمل كده، عايز اعرف كنا هنعمل ايه في الحلقه اللي فاتت يعني. الدافع التاني اللي انا بحس ان هو بيحركني برضو هي فكره المعنى. وهي غالبا الدوافع دي كلها مستقاه من حتت، يعني انا ما توصلتش اليها لوحدي. يعني انا من بعض الحاجات قرايات مثلا معينه او ناس اتكلمت معاهم او كده، فوصلت للكلمتين دول، الفضول والمعنى. وانا عامه من النوع اللي بيقعد يفكر كتير
من بعيد شويه يعني، بقعد ابص عليا كاني بتفرج على فيلم كده، فاهم؟ اقعد اشوف بقى انا بعمل ايه وجايب عملت الحته دي ليه والقصه ماشيه ازاي. فبحس ان انا ساعات مختل عقليا في الحته دي شويه. بكلم نفسي بصوت عالي كتير. فجزء المعنى ده بيحركني برضو، ان انا لازم اكون بعمل حاجه شايف لها قيمه. انا مؤمن اولا ان كل الحاجات ليها قيمه، يعني انت بس محتاج تدور عليها، يعني ايا كان ايه اللي انت بتعمله محتاج تدور على القيمه منه وهتلاقيها. فدي ناحيه. بس ساعات في الشغل مثلا على سبيل المثال، لما اكون في الشغل اللي ليه علاقه بالتريننج ذات نفسه مباشره، يا اما بنعمل مثلا كونتنت جديد او تريننج جديد او ماتيريال هنقدمها للناس، ده بالنسبه لي اقيم حاجه في الحياه. يا اما جوه الكلاس روم بتتكلم مع الناس في ورشه العمل، او بتعملوا الاكتيفيتيز ومتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر، احسن حاجه في الدنيا. في الجزء التاني بقى، تكتب تقرير، مش عارف تعمل ريبورت ايه، مش عارف تروح تظبط اللي هو تستيف الورق بقى. يا ربي على الملل، تستيف الورق ده سيء جدا، بس هو من غيره مش هينفع اشتغل. فده بيسمح لي، يعني ده جزء مثلا من الشغل ممكن يكون دلوقتي في مرحله حاليه 60% من شغلي، وده للاسف يعني الاكتريه مش اللي انا حاجه اللي بحبها، خصوصا اللي يعني هي مش حاجه ثابته، يعني حسب احنا فين في السيزون يعني بتتغير. بس في اول السنه واخر السنه معظم الشغل بيقلب تستيف ورق، وبعد كده من اول بقى شهر 4 مثلا وانت لحد شهر 10-11 دي فتره جميله، اعمل اللي انت نفسك فيه، روح بقى تريننجز واعمل حاجات وكده. فالفتره دي بتبقى مزعجه بالنسبه لي شويه، حته تستيف الورق دي، علشان مش شايف المعنى من وراها قوي، غير ان احنا بنظبط الورق عشان يبقى بس لما بقعد افكر بقى بتامل الاقي ان ما انا لو ما ظبطتش الورق وما عملتش كده وما خدناش السيرتيفيكيشن الفلانيه وما جالناش البيزنس الفلاني، ما انا مش هعمل اصلا البقيه الشهور دي اللي من 4 ل 11 مش هتبقى موجوده، مفيش حاجه اصلا اعملها. فبحاول اصبر نفسي يعني بالطريقه دي لغايه ما الفتره بتاعتي بتفتح الباب للدافع. بالظبط. فبحس دول الحاجتين اللي بيحركوني، يعني الفضول والمعنى، يمكن اكتر من مش عارف موضوع السعاده ده ما فكرتش قبل كده، بس انت لما قلته عجبني قوي، حاسس ان انا عايز احطه معايا في الحاجات بتاعتي. انك انت تعمل حاجه عشان تتبسط. اعتقد ان هو موجود، يعني انت ممكن ما تبقاش عارف، بس يعني انت قاعد بتسجل ليه دلوقتي؟ الهدف الاساسي برضو معنى، يعني ببقى مبسوط عادي، مبسوط جدا وبعملها يعني عادي. احنا بنسجل الحلقات دي ولا بنكسب منها اي، مش بتدخل لنا دخل ولا اي حاجه من الحاجات دي. لو بنقعد نتكلم مع الناس يقعدوا يقولوا لك لا او اعملوا اعلانات ومش عارف ايه، حاجات زي كده، بس مينلي غير ان انا ببسط بيها كده كده جدا، بس هي الاساس هو فكره المعنى. حاسس ان هي حاجه قيمه زي ما يكون نداء كده، انت لازم تعمل. طب بما ان انا عارفك فاسالك شويه اسئله كده. انت كده اسئلتك مغرضه، انت عايز توصل لاجابه معينه صح؟ عايز اوصل لاجابه معينه. شفت انا عرفت الوقت. بس يعني كنت فكرت ان انا اسالك على طول بعد السؤال الاولاني ده، قلت لك طب احنا هننزل نتمشى في المعادي ليه؟ كنت هتقولي عشان المعنى ان احنا نهاف meaningful conversation. لا عادي، دي عشان نبسط. طب ما في دافع. بيبقى التاني سكندري يعني في الحاله دي. ننزل نتمشى في المعادي، اصلا الهدف الاساسي ان احنا نبسط. طب عم علي، وعم علي ده كده كده، عم علي ده احنا هنعمله اعلان في كل حلقه. ده الدافع القهوه الحلوه. ايوه دي دافع في حد ذاته بقى، ان انت اصلا عم علي شخصيا بتجسد في دافع ان انت تشرب احسن كوبايه قهوه بندق في مصر. ادينا اكتشفنا دافعين اهو، يعني نوعا ما. دافع. انا بقول لك هي عجبتني لما انت قلتها، حاسس ان هي محتاجه اعملها، وهي حاجه برضو بتبقى اوفرلوكت، او يعني الناس مش واخده بالها منها معظم الوقت يعني. اعتقد يعني اصلا انا لو قلت انا هروح اعمل دي عشان اتبسط، فحطيت توقعات معينه، لو رحت وما اتبسطتش يا ويلي. يا ويلي، ده انا مش هفلت مني النهارده. طب انت بتعمل كده بتحط توقعات ولا اتبسط؟ دي معناها ان انا التجربه هي اللي تبسطني سواء كانت كويسه ولا وحشه. انا بصراحه يعني بقول انا كده كده رايح اتبسط، اتبسطت تمام، ما اتبسطتش فيعني ايه كده يعني. انا مش هعمل دي تحديدا، انا مش هشرب البيبسي دي او مقاطعه بقى خلاص، ما انت ما تفضحناش بقى، دي اصلا مش بيبسي. مش هشرب الموسي دي. مش هشرب الموسي دي تحديدا عشان ممكن طعمها يطلع وحش، بس تمام يعني شربت حاجه ساقعه.
اتس فاين. انا اول مره اشرب مثلا اللي هي طعم الرومان دي، طلعت حلوه ولا اه عندي فضول. ممكن طعمها كان يبقى وحش، بس تمام انا شربت حاجه ساقعه يعني، فمش هضايق التجربه في حد ذاتها يعني. انا بس ده فضول اكتر منه ولا ايه؟ ولا هم كلهم انا بس انا مش بشربها عشان فضول يعني، مش يعني انا مش شربتهاش يعني في المثال ده بس قصدي تجربه حاجه جديده عامه يعني. ما هو مش شرط ان هي تبقى حاجه جديده يعني. انا مثلا الاسبوع اللي فات رحت اسكندريه. انا رحت اسكندريه 20,000 مره قبل كده، فانا انا رايح عشان اتبسط. بس الفكره مش شرط ان هي تبقى في اسكندريه نفسها. ممكن اروح اسكندريه في الصيف تبقى زحمه جدا وانا ما بحبش الزحمه، هقعد اعكنن نفسي بقى ده اسكندريه طلعت وحشه المره دي. لا، انا وانا مسافر ده في متعه، واحنا راكبين العربيه راكبين القطر ايا كان بنسمع اغاني بنهزر مع بعض. فالغرض بشكل عام يعني كده من بره هو الانبساط والمتعه من التجربه. بس لو الفكره ان انا رايح اسكندريه فانا هتبسط، اول ما ادخل اسكندريه ممكن تبقى وحشه، اتضايقت انا كده. ايوه باظت وبعدين انا عندي مشكله بقى في الحته دي اللي خدت بالي منها وانت بتتكلم دلوقتي. لو مثلا احنا مسافرين اسكندريه واليوم كله جميل وكل حاجه زي الفل، بس احنا متفقين مع الباص ان هو هيجي 9 الصبح، جه 9:30، خلاص انا كده بوظت، باظ، انا يومي باظ. يعني ايه حاجه في التنظيم مثلا مش مظبوطه او بتعمل لي مشكله. انا محتاج ابقى فليكسبل اكتر من كده في الحته دي. انا بجو ذا فلو يعني أيوة مثال، يعني هديك مثال يعني عشان برضه خايف من المثال ده. لا على فكره نفس اللي انت بتتكلم فيه بالظبط ده. يوم احنا لما كنا مسافرين احنا متفقين ان احنا نتقابل الساعه 8 وهنقابل الباص الساعه 8 نتحرك 8 بالظبط. انا صحيت من النوم الساعه 8. ده انت اصلا اللي مبوظ المثال. انا اللي بوظت فصحيت كان مروان صاحبي اتصل قعد يتصل بالناس كلها بقى فاتصل بمحمد اخويا، محمد صحاني. انا اليوم اللي قبله يعني انا يعني بحاول ابقى دايما ملتزم اكتر من كده بالمواعيد. خلاص بقى كل حاجه احكي زي ما انت عايز، ما حدش هيصدقك. محدش صدقني خالص، بس انا فضحت نفسي يعني. اليوم اللي قبله كان عندي شغل يعني كتير، وبعد الشغل كان خطوبة وكان اسبوع مرهق جدا، فانا نمت وظابط منبهات. انا كل يوم ظابط منبهات يعني، اجازة مش اجازة عايز اصحى عادي بقى ظابط منبهات. فيش ولا منبه صحاني. حتى انا عمري اصلا ما بعمل الموبايل بصوت، انا دايما الموبايل سايلنت وبصحى على الفايبريشن. ما صحيتش مع ان اتصلوا بيا كتير جدا، فاجلوا مع الباص من الساعة 8 للساعة 8:30. وبعدين انا وصلت لهم على الساعه 9:15، فانا اصلا واصل متاخر جدا. واتحركنا يعني، انا اول لما وصلت احنا ركبنا اتحركنا على طول. سؤال يا لبي، كلهم كانوا موجودين الساعه 8 والباص كان موجود الساعه 8؟ لا، ما هم عشان هم ما نزلوش غير لما كانوا يعني كله عمال يكلم بعضه اللي هو انت فين انت فين انت فين. طب ايه ده خالد مش بيرد، طب هنعمل ايه، طب ما استنوا. رحنا مكلمين الباص، اخرنا معاه شويه بس فلما قالوا للباص 8:30 والباص قال لهم تمام، كلهم قبل 8:30 كانوا موجودين، انا اللي اتاخرت. طب دي ناس ممتازه بقى، بعد كده بقول لي عليهم هبقى اخرج انا معاهم بعد كده. فانا اتاخرت جدا يعني، حتى اتاخرت عن الميعاد التاني، بس انا صحيت 8 فعلى بال ما قمت ولبست وبتاع ونزلت. فكانت يعني كان عدى اصلا شويه وقت حلوين، كنا هنتقابل حتى بعيد عن البيت. فاللي بيخليني هنا ممكن اتقبل الفكره دي اصل هي حصلت لي ان انا دلوقتي انا اللي اتاخرت. فممكن اي حد تاني في الدنيا كان يحصل له نفس الحاجه. عادي. في ممكن حد يبقى عنده مشكله في موضوع الالتزام ده شويه. اعتقد يوم الاربعاء يعني انت سبت الناس كلها ومسكت في الراجل ده. ده يعني مش معقوله يا خالد والله. دي حاجه بنعملها كل يوم اربعاء. يعني ففي تعال نغير المثال تمام الاربعاء ده، يعني الراجل ليه فضل علينا يعني كبير جدا والله. بس يعني قصدي انا ما عنديش اي مشاكل معاه والله خالص. حتى احنا عادي، احنا مواعيدنا الساعه 9 بتاعتنا بقت الساعه 9:30. ايوه قول لي يعني. ما بقاش عندي مشكله في الموضوع ده يعني. بحاول احط دايما نفسي مكان الشخص التاني. يعني احنا كنا بنتكلم عن الدوافع بس رحنا اخر الدنيا وجينا تاني. بس الحته اللي انت بتتكلم فيها دي برضو حلوه، محتاجه انا ادرب نفسي عليها شويه. هي فكره ان انت تلتمس العذر للناس
وتقول يعني مش مشكله عادي انا كان ممكن ابقى مكانه. واعتقد اكيد يعني كلنا في اوقات اتاخرنا على ناس وما التزمناش بحاجات او حاجه زي كده لاسباب ممكن تبقى معانا ومش معانا. هي بتعمل مشكله اكتر لما تبقى عارف ان دايما الشخص ده بيعمل كده. فهو انت اكيد مش كل يوم عندك عذر، يعني انت كل يوم بتيجي الشغل متاخر، كل يوم مش انت يعني مثال، كل يوم فخلاص يعني مش معقوله تكون كل يوم بتروح متاخر عشان انت غصب عنك حصل حاجه مفاجاه او حاجه زي كده، او كل ما نتفق على سفريه انت ما تجيش في ميعادك. لكن في اثناء السنه يعني اكيد مواقف كتير بتحصل، فممكن مره مرتين حسب بقى احنا بنتقابل كل قد ايه. لو بنتقابل كل اسبوع اتاخرنا مثلا اسبوع او 2 في السنه ماشي، ما حصل مشاكل مره او 2 في السنه ماشي، بس مش كل مره. بس في السنه دي كتير قوي برضه شاذ. يعني مرتين في يعني السنه. اقصد الفكره يعني انه ما يبقاش المعتاد ايوه ان هو بيبقى ان معروف عنك انك دايما مش ملتزم. صح، اتفق. وللاسف انا ده ممكن يبقى دافع في حد ذاته. اتكيت على الجرح والله. والله ده ممكن يبقى دافع فعلا في حد ذاته. اللي هو انا إيه؟ يعني ان انا ان انا ابقى ملتزم. ايوه ده دافع. ده نوع من الانضباط. يعني انا بحاول ما اتاخرش على مواعيدي، فانا بتشقلب. يعني حتى لو صحيت متاخر، انا النهارده صحيت متاخر عن الشغل، انا بروح شغلي عاده مواصلات، ركبت النهارده اوبر سكوتر عشان انا صحيت متاخر. يعني مش هقول عاقبت نفسي، بس هو انا عارف ان اوبر سكوتر اسرع حاجه ومش اريح حاجه. يعني هو اقل حلول المواصلات راحه بالنسبه لي، لان هيبقى فيه هواء وفيه تراب في المطبات، الموتوسيكل مش مريح تلج دلوقتي، بس هو اسرع حاجه. فانا عاقبت نفسي بان انا اركب اوبر سكوتر مقابل انك تلتزم، مقابل ان انا التزم. مع اني كان ممكن اركب اوبر عربيه عادي، او ان انا انزل اركب الاتوبيس ويبقى اوفر حل. يعني في اريح حل وهو اوبر عربيه، وهبقى عاقبت نفسي ان انا دفعت مبلغ اكبر شويه في الرحله، بس هو اريح حل. ان انا عربيه جت لغايه البيت عندي، خدتني وودتني، بس هيبقى حل بطيء، هوصل متاخر، بس هو ده حل مريح بالنسبه لي. وفي حل اقل راحه بس اوفر حل فيهم، ان انا اروح مواصلات، هركب اتوبيس واحد هيوديني الشغل، واكتر واحد هياخد وقت، وفي اسرع حل فيهم واقل راحه اللي هو اوبر سكوتر. فانا عاقبت نفسي عشان الدافع كان اللي موجود الالتزام. مع اني لو اتاخرت عادي محدش هيقول لي حاجه، من دي اول مره اتاخر من ممكن اول مره اتاخر خالص في الشغل، بس انا قلت لا، انا مش هتاخر عشان انا مش عايز اتاخر. انت بتحاول تصلح موقفك عشان اتاخرت في اسكندريه، فبتحاول تحسن صورتك قدام الناس دلوقتي، بس ماشي. لا مش بالظبط. شوف انت بقى ايه. تخلي الناس تشك فيا. لا انا منكشك بس. يعني الانضباط ده ان انت تلزم نفسك. ان انا اديت كلمه انت مش متخيل دي عامله ازاي. فكره ان انت يبقى الناس كلها واثقه ان طالما خالد قال انا هعمل كذا فهو هيعمله. يعني خد دي يا خالد اعملها، حاضر. ده بقى الشخص ده يخش ينام وهو مطمن ان الحاجه دي خلصانه وخلاص انا لقيتها، سواء بقى في الشغل، سواء في علاقاتك الشخصيه، سواء في صحابك، سواء مع اهلك في البيت، في اي مكان في الدنيا. بس هي مش هي ليه قيمتها كبيره قوي كده؟ اولا هي نادره جدا، ده مش موجود، لدرجه ان انا تقريبا فكره ان احنا نبدا اي ايفنت في ميعاده. يعني لو قالوا لك مثلا، انا مره رحت مسرح، مش عايز بقى اقول حاجه وحشه، مش عايز اقول هو مين، بس رحت مسرح بتاع شخص يعني مش في ميعاده بالثانيه، انا انبهرت. والناس كانت بتخش المسرح متاخر، الجمهور اللي جاي دافع فلوس قد كده عشان يحضر المسرحيه جايين متاخر اصلا على المسرحيه، بس هم جايين متاخر لان هم متعودين على كده. الراجل ما شاء الله يعني في قمه في الالتزام. رحت بقى تجربه تانية مع شباب اصغر شويه، مش فاكر الميعاد، كان 7 مثلا، رحنا 7 9 بدات المسرحيه. طب من 7 ل 9 ايه اللي بيحصل؟ هل الاستاف مش موجودين بيعملوا بروفه ايه اللي جاي تعملها قبل؟ انا ما اعرفش حاجه في الفن المسرح يعني، ممكن يكون ده المعتاد، بس الناس واقفه بره مستنيه المسرحيه تبدا، والميعاد جه وهم قالوا لنا اصلا تعالوا بدري ساعه عشان الدخول. فانا رحت بدري ساعه اللي هو في ميعادي الطبيعي زي ما قالوا، وهم اتاخروا ساعه، فانا بقيت قاعد مستني ساعتين. طب ما كانت المسرحيه خلصت اصلا في الساعتين دول. فزي ما انت بتقول مثلا نلتمس العذر للشخص اللي جاي متاخر ده، لو هو ده مثلا مره ظرف زي ما انت حصل معاك كده وبتاع، ما عنديش اي مشكله في الموضوع. واعتقد ان
يعني هنبص لها هنا من ناحيه فرديه في الناحيتين. لو انا الشخص اللي جيت في الميعاد وفي واحد تاني متاخر عليا المفروض التمس له العذر. ولو انا الطرف الاخر اللي انا هروح متاخر، اغلب الناس اللي انا اعرفهم بيروحوا متاخر قاصدين. مش قاصدين، هو مش قاصد ينكد عليك، بس هو ما بيحسبش صح كل يوم. هو يعني معلش لو ده انترفيو شغل وهيقالوا لك هديك 100,000 جنيه في الشهر وتعالى، مش هتبات هناك، هتروح. لانك بتعرف، انت بتشوف الشخص بيجي في مواقف معينه في ميعاده وبدري عن ميعاده ساعه الا ربع، عشان لو حصل لو العربيه باظت بيه في الطريق يوصل برضه في الميعاد. وهو نفس الشخص بيجي ميعاد تاني لما يبقى يجي ويقول لك اصل حصل كذا اصل حصل كذا، كلها اعذار بقى. صح، بيحصل. يمكن موقف حصل شفته قبل كده ان ما واحد ما هيتاخر علينا بس بسبب ان احنا كان ميعادنا في ميعاد معين. يعني تعالى نقول مثلا احنا هنتقابل الساعه 9 الصبح في المكان الفلاني. هو احنا كلنا جايين من نفس المنطقه. في حد ساكن في اخر الدنيا بينزل بيته 6 الصبح 6 الصبح في الايام دي بالليل، يعني لسه الشروق ما طلعش. وممكن تبقى بنت نازله 6 الصبح من البيت في صحراء عشان خاطر توصل المكان اللي هنتقابل فيه الساعه 9 ده في ميعادها، وتوصل فعلا في ميعادها. ويجي واحد تاني متاخر نص ساعه ولا ساعه الا ربع وهو ساكن جنب المكان. طب ده ايه؟ طب ما كنا يا سيدي نخليها يعني نغير، نتفق على ميعاد مختلف او كده، على اعتبار ان الموضوع متكرر، يعني مش ان هو حاجه بتحصل مره بس في العمر. فاعتقد برضو ان الشخص اللي مش بيلتزم محتاج يبص على الناس اللي حواليه ويشوف الناس اللي هو هيقابلهم دول هم هي خلي بالك هي حاجه حد ابتداها. يعني التأخير ده بدعة فعلا. هو حد اتأخر مرة فراح واحد بتأخر زيه، فخلاص هي بقت ماشية كده، فالموضوع بقى ثابت على طول. هو بقى المتعارف عليه أصلا إن أي حاجة هتروحها هتبدأ متأخر. يعني الناس ما بتعملش حسابها إنك هتبدأ في الميعاد. أي ده في أي حاجة. خلي بالك يعني أنا في قصة حزت في نفسيتي دلوقتي. إيه؟ حاجة في الجيش برضو. كنت بصحى كل يوم في الجيش الاقي الشبشب بتاعي حد واخده، حد سرقه يعني واخده اعتبره الشبشب بتاعه. فهي بسبب ايه؟ كله معاه شباشب وكله اصلا مستلم شباشب كمان في الجيش، فهو واحد غالبا ضيع شبشبه وابتدت بقى الدايره. يعني هو ايه ده قايم يدور على شبشبه كل يوم واحد بقى ياخد شبشب من اللي جنبه. فهي نفس الحكايه بقى اللي هو بيصحى الاول انا مش هقوم ادور على حاجتي، انا هقوم اخد ده اللي هو قدامي. فهي واحد ابتدى يتاخر فراح التاني عامل زيه، فراح التالت عامل زيه، وبقى في واحد هو اللي عنده مشكله. ضحكتني قوي موضوع الشباشب ده. احنا نعمل بودكاست بس ده لا مش هينفع. خلاص مش هنعمل حاجه، احنا تمام عامه. تحيا مصر. بس فاعتقد يعني الدوافع ممكن يبقوا اكتر من كده بكتير. احنا اتكلمنا دلوقتي، انت كنت جاي بتقولي 2 المعنى والفضول. فبقى عندنا المعنى، الفضول، الالتزام، البحث عن السعادة. 4 كده لغاية دلوقتي. بس هل في فرق ما بين انه دافع او حاجة بتحركك وما بين قيمة؟ مش عارف، انا بس يعني ما بفكرش في السؤال، انا بسأله على طول. بفكر وانا بسأل ما بين قيمة انت ملتزم بيها او قيمة انت بتحاول تعيش بيها. يعني في نوع من مجموعة من القيم، مبادئ او كده يعني. يعني الالتزام ده ممكن يبقى مبدأ في حياتك او قيمة عندك. مش دافع بيحركك. يعني مش حاسس ان انت عشان ملتزم بمعنى ان انت منضبط، يعني ده هيحركك يوديك فين. حاسه قيمة في الاتجاه اللي انت رايح فيه اوريدي. لا مش قادر احدد ده، مش عارف. انا برضو مش عارف، بس بفكر معاك يعني هل ده دافع ولا ممكن تمشي الاثنين. طب ايه القيم اللي عندك مثلا انت بتحس انت؟ بعتقد دي بقى هيبقى اكتر حاجة هتبان فيها هي لما يبقى عندك كذا اختيار. طب اديني كذا اختيار من القيم، قصدي يبقى عندك كذا اختيار، كذا طريق ممكن تمشي فيه، فبتختار الطريق بناء على القيم بتاعتك. اصلا يعني انا عمري ما كتبت القيم بتاعتي. انا ممكن ابقى عارف انا ازاي، او انا هحكم ازاي. ايه انا ازاي دي؟ لو انا هحكم ازاي انا هعمل ايه، او انا شخصيا انا هعمل ازاي. بس ان انا اكتب في قائمة كده ايه هي القيم بتاعتي.
انا بقول لك إيه الفاليوز values؟ بتاعت الشركه بتاعتنا مثلا كذا مش كذا للدرجة دي يعني. ليه ما تيجي نعملها؟ انا ما مش تيجي داخل حد جوه دلوقتي نعملها. يعني نفكر مع بعض يعني مش لازم نكتب عشان احنا مش عارف معناش ورقه وقلم دلوقتي بس. يعني ممكن التزام، احترام، نقول بقى كل الحاجات الحلوة. بس عايزين نفكر في حاجات طبعا يعني مش هنبقى ملتزمين بيها 100%. يعني كنت اقول لك نقول قيم بنعملها فعلا، بس لقيت ان احنا مش هنلاقي قيمه 100% متطبقه يعني متهيألي. ممكن نبقى يعني ندرسهم شوية. ممكن نذاكر الموضوع ده ونبقى نتكلم فيه في مرة تانية. وعلى بال ما نعمل كده برضو ممكن الناس حتى تفكر بصوت عالي كده ايه هي القيم اللي عندها، المبادئ اللي عندها. وهنلاقي اكيد اختلافات، يعني انا ذاكر لوحدي وانت ذاكر لوحدك عشان ما طبعا صح. يعني جزء من اعتقد جزء من قيمه ما انا بتكلم عن القيم، يعني دي حته مختلفه، بس جزء من قيمه الحوارات اللي احنا بنعملها مع بعض دي مش مجرد انها حواديت، يعني بنحكي حواديت او بنتكلم عن نفسنا، هي اكتر ان احنا بنحاول نطلع اسئله، والناس اللي بتسمع البودكاست كل واحد يفكر في السؤال مع نفسه ومع الدايره اللي حواليه، ويبدا يفتح meaningful conversations او نقاشات شبه دي في الدوائر اللي هم فيها، زي ما اعتقد قلنا قبل كده او هنقول بعد كده. يعني مش فاكر احنا هنسجل الحلقه دي ننزلها امتى. عندنا مشكله في الترتيب ده، محتاجين نظبط الحكايه دي عشان نقول قلنا قبل كده واحنا ما قلناش لسه. ففكره انا اصلا نسيت انا كنت بقول بنقول القيمه من اللي احنا بنعمله ان هو ايوه ان الناس تسال نفسها الاسئله اللي احنا بنسالها لنفسنا دلوقتي دي. فمثلا ايه اللي بيحرك، ايه اللي بيحركك؟ ده سؤال اللي بيسمع، ايه اللي بيحركك؟ ففكر. مش يعني ممكن يبعت لنا وممكن مش لازم يبعت لنا، بس لازم يفكر وايه القيم بتاعته وايه الحاجات دي. انت قلت ايه؟ ما سمعتش. قلت ويسال يعني فكر. انا ممكن اجي اسالك انت ايه اللي بيحركني؟ انت شايف فيا ايه بيحركني؟ فتقول لي انت عندك دي، اشتغل عليها بقى. انا شايف فيك كذا وكذا، اشتغل عليهم. انا ممكن مش عارف اطلع من جوايا. يعني انا ما كنتش اعرف اتكلم لو انت ما سالتنيش السؤال، وما كناش هنعرف نزود لو انا ما جاوبتش عليك. ممكن فكره ان انت تاخد من الناس اللي حواليك عن نفسك. انا بقى الحته دي برضو ايه مش محدد رايي فيها قوي بصراحه، هل دي حاجه كويسه ولا وحشه. انا بسعى دايما ان انا اسمع للناس اللي حواليا، بس احيانا كتير مش عارف بقى ده يعني عناد ولا غباء ولا فعلا زي ما انا متخيل. يعني ان انا ممكن اسالك ايه اللي بيحركني وانت تقول لي رايك، بس هو ممكن رايك ده من اللي انت شايفه يكون مختلف عن الواقع اللي انا فيه. فانا حاسس ان دايما هيبقى الحكم هو الشخص ذات نفسه. ده اكيد محتاج يعني لما اقول لك مثلا، انا اقول لك اللي بيحركك الفضول، فانت مش لازم تاخدها دي ان هي فعلا ده اللي بيحرك. محتاج تفكر فيها وتتساءل وتقعد تقول هل هو فعلا ده اللي بيحركني ولا لا. وبعدين في مثال كده بيقول لو واحد قال لك انت حصان طنشه، لو 2 قالوا لك انت حصان طنشهم، لو في 10 قالوا لك انت حصان ابدا بقى اشتري سرج وبتاع، اللي هو يعني هتصدقهم. انا ما بحسش ان المقوله دي تنفع خالص. يعني انا ممكن لو واحد قال لي انا حصان هفكر، يعني بحس لا، انه هي عايز يقول لك ان لو في ناس كتير اجمعت على حاجه معينه صدقهم بقى، لان اكيد مش كلهم غلط. انا مش مقتنع بالحكايه دي خالص. اعتقد ده عيب فيا. لا خالص. يعني مش عارف. طب ما على حسب ال10 هم مين، وهي راجعه كده لقرارك، هي المشوره. يعني هي على حسب ال10 مين فعلا، ومش لازم توافق عشان هم 10. يعني مش لازم هي دي فيك فعلا عشان هم 10، ممكن تبقاش فيك، ممكن هم شايفين غلط. هي مشوره، انت بتتكلم انت وكذا حد وبتتشاوروا مع بعض، والرد او القرار مش بيبقى للكفه اللي هي فيها عدد ناس اكتر. يعني في 20 واحد شايفينك شايفيني مش فليكسبل مثلا، يعني لا قدر الله. وفي 2 تانيين شايفينك فليكسبل عادي، ما اعرفهمش يعني موجودين. في واحد بس اللي هو انا، التاني ما اعرفهمش. فالقرار مش اكيد ان هو يبقى ان انت مش فليكسبل. يعني لو احنا بناخد المثال اللي هو غلط تماما ده. برافو عليك يا خالد. انا مش عارف قصدك غلط يعني انا كده فليكسبل ولا لا، بس انا هعتبر ان انت قصدك اني فليكسبل عادي.
مش انت اقترحت عليا ان احنا الاسبوع اللي جاي ننزل حلقه معينه وانا قلت لك اوكي مع ان كده ما كانش رايي. مظبوط. طيب اهو دي فليكسبل. لا مش فليكسبل صحيح flexible. لسه ما عرفناش ايه الحلقه يعني ممكن ننزل حلقه تانية بس ده مش بس معناه عشان ده راجع ان انت ان انا وانت نعرف بعض بقالنا فتره فانت ممكن انا بثق فيك عشان كده هسمع كلامك عادي. طب ما ده ممكن يبقى مؤثر على رايك او مؤثر على الفلكسبيليتي عندك معايا. يعني قصدك ان انا عشان بثق فيك فبسمع كلامك حتى لو غلط؟ لا مش قصدي. انا بقول يعني انا مش بقول ان انت فلكسبل ولا انت مش فلكسبل. اتليست انت معايا شخص عادي يعني ما عندكش مشكله ان احنا نغير حاجات. يعني مثلا امبارح انا كنت اقابلك وحصلت ظروف فما عرفتش اجي. النهارده اتاخرت في الشغل بسبب ميتنج والميتنج يعني كان زي ما انا زي ما كنا بنتكلم كده من شويه اللي هو هنبقى الساعه 6 وبعدين بقى 6 ونص يبدا 7. فاتاخرت في الشغل بسبب الميتنج ده فاتاخرت عليك وانت ما كانش عندك مشكله في ده. ولو كنت اشهدوا يا جماعه اشهدوا ان انا ما عنديش مشكله. ولو كنت اتاخرت عليك اكتر من كده كمان ما اعتقدش ان كان هيبقى عندك مشكله. ولو الميتنج كان يعني انا بقول دلوقتي من تحليلي لشخصيتك ومعرفتي بيك ان انا لو كنت كمان حصلت ظروف طارئه وللاسف ما قدرتش اجي النهارده ده كان هيبقى بالنسبه لك عادي. كان ممكن يضايقك شويه بس كنت هتبقى عادي في الاخر. فده بسبب ايه؟ ممكن يبقى بسبب ان يعني في كريدت. هنقول ان كل حد عند التاني في كريدت او اني فليكسبل يعني مثلا. اما هو ده برضه انا مصر على الحته دي. يعني انت لو في واحد لسه عارفه امبارح وامبارح قال لك واتفقتوا ان انت تقابلوا خلاص ولا اعرف بالظبط قطعت علاقتي بيه الموضوع انت هو جه امبارح اتفقتوا تتقابلوا ما تقابلتوش وبعدين اقنعتني خلاص اشتريت. شفت اديني بشتري اهو عادي. ماشي يا جماعه عشان الحته دي بس بتهم بيها كتير ان انا راجل غير مرن مع ان كل الناس اللي حواليا بيقولوا لي كده فعلا اللي هم ال10 دول. بس انا الوحيد اللي شايف ان انا مرن عادي. فعشان كده الحته دي بتتك شويه بس. فاعتقد دي اتكلمنا يعني في الحاجات اللي بتحركنا. اتكلمنا برضو في مواضيع تانية يعني الدوافع بتاعتنا دلوقتي في الكلام زقتنا ليها. بس يعني اتبسطت معاك كالعادة في الكلام وان انا فكرت في الدوافع بتاعتي ممكن وان انا ابتديت افكر دلوقتي عمال افكر في القيم بتاعتي وانا ايوه عايزين نذاكر موضوع القيم ده ونسجله في حلقة تانية ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا خلود ونراك في الحلقة القادمة على خير. الى اللقاء.